آسيا دايما تنتظر بطولتها المحبوبة، دوري أبطال آسيا. كل سنة محلو وناضج ومزهزه، وكل سنة وإحصائياته تصبح ثمينة وثرية. 24 مدرب مستجد في النسخة الماضية، رفعوا العدد إلى 372 مدرب طوال مسيرة هذه البطولة. وطبيعي جدا أن البرازيليين في الطليعة، وأيضا طبيعي جدا أن الكوريين وراهم. يا مرحبا بكم في الكرة الشاملة، معي أنا منصور عبد الله. أدري طولت، ولكن المهم أني رجعت ومعي قائمة أفضل 10 مدربين في دوري أبطال آسيا. تشوي يونغ سو من المدربين القلائل اللي خاضوا 7 نسخ في البطولة، يملك 53 مباراة وحصد 55% من نقاطها. يونغ سو في المركز العاشر. في المركز التاسع محمد قويض، وكان مع فريقه الكرامة قريب جدا من معجزة 2006. قويض خاض 26 مباراة خلال 3 نسخ وحصد 56% من نقاطها. زعيم المدربين تشوي كانغ هي فاز بلقب البطولة مرتين مع تشومبوك هايونداي، وأكثر من خاض المباريات في البطولة ب83 مباراة خلال 9 نسخ. حصد 58% من نقاط مبارياته ويحتل المركز الثامن. في المركز السابع ومع 3 أندية شارك كالديرون في 29 مباراة خلال 4 نسخ، حصد فيها ما يقارب 60% من نقاطها. جمال بالماضي لا يملك أي إنجازات على صعيد البطولة، ولكن عنده أرقام تضعه في المركز السادس بحصوله على 60% من نقاط مبارياته 32 خلال 5 نسخ. 40 مباراة خاضها زالاتكو في البطولة، شارك في 4 نسخ، كان قريب من اللقب في إحداهن، حصد 61% من نقاط مبارياته ويحتل المركز الخامس. آخر المدربين المتوجين باللقب كيم دو هون في المركز الرابع، وبالمناسبة هو هداف نسخة 2004. خلال 32 مباراة في 4 نسخ حصد 64% من نقاطها. المدرب الكبير مارشيلو ليبي كانت له بصمة مميزة في 2013. خلال 27 مباراة حصد 65% من نقاطه ويحتل المركز الثالث. مدرب أبطال 2008 أكيرا نيشينو في المركز الثاني، وحصد 66% من نقاط 39 مباراة خاضها في 5 نسخ. في المركز الأول اسم لم يحقق لقب البطولة، ولكن أرقامه تنصبه على قائمة المدربين. أوزفالدو دي أوليفيرا خاض 35 مباراة في 5 نسخ ونجح في حصد 67% من نقاطها. انت ايش رايك؟ منو أفضل مدرب في تاريخ دوري أبطال آسيا؟ نشوفكم على خير.